مودي ما تساعدني قوي قوي. دي يا جدعان الفطيره اللي جابتني من القاهره للعصافره، قطرها نص متر تقريبا وحجمها مش طبيعي. بصوا كده، دي يا جماعه جواها نص كيلو لحوم صدوق عشان احنا في العصافره، مع لحمه مفرومه وبسطرمه وكميه مهوله من الجبنه والسمنه البلدي. انا مش عارف دي ممكن تكفي كام، بس ممكن تكفي عيلتنا كلها حتى اجدادي يعني. تعال نبدا ندوق الفطيره دي، اسمها فطيره العمده. العمده اللي قدامكم هو عم شلتت، منور الدنيا في اسكندريه عم شلتت. فيلا نبدا. اول مره الاقي ريحه بسطرمه طالعه كده، قالب توب قالب توب مش قطعه. سخنه قوي بس حلوه قوي ودسمه قوي، فطيره فلاحي بجد. بص بقى الحته دي كلها بسطرمه وسجق طالع منها كده ولحمه مفرومه. تعال ندوقها بسم الله. الحشو ده مش طبيعي، ما شفتش الحشو ده في اسكندريه قبل كده. بقول لكم يا جدعان بص كده، عايزك تبص كميه السمنه اللي جوه. بص شايف انا الحته دي مش هقرب منها. تعالى كده بس، انا بس عايز اوريك الحشو عامل ازاي. يا نهار ابيض يا جدعان، ايه يا عم شلتت ده؟ يا عم شلتت انت بتهزر. الحته اللي على الطرف عباره عن سلايس مثلث ده يا جدعان، غير لحمه مفرومه. تعالوا ندوق بسم الله. الحته دي فيها لحمه مفرومه بس وجبنه، دي خلتني ممكن اجي اطلب لحمه مفرومه بس بعد كده لحمه مفرومه حلوه. هو كان الحادق، عم شلتت عمل لي الحلو. تعالى بصوا يا جدعان، دي فطيره العمده الحلو يا جدعان، وحجمها مش طبيعي. انا بس اول حاجه ايه، عايز اخش على الفستق ده كده عشان خطير. يا نهار ابيض يا جدعان، فيها كميه فستق مش طبيعيه. برضه كنا عند عم شلتت في العصافره، شارع جمال عبد الناصر. بس كده كان معاكم مراجع، اشوفكم فيديو جديد. سلام.